سواها مظبوط، دايبه ومرمله، ناعمه كده وطريه. بصي بتدوب في البق دوبان. لو انت من عشاق رموش الست ودايما ما بتعرفيش تعمليها، او لو ما بتعرفيش تسويها كويس، او بتطلع منك ناشفه، يبقى الفيديو ده ليكي، لازم تتفرجي عليه. هتشوفي وصفة ناجحة 1000000%، مقادير ناجحة 1000000%. هقولك التسوية، هقولك المقادير بالكوباية وبالجرام، هقولك ازاي تطلع معاكي ناجحة كده زي محلات الحلواني بالظبط. دي الرموش زي محلات الحلواني بالظبط، زي اللي بتجيبيها جاهزة بالظبط. طريقة رموش الست بطريقة ناجحة، ان شاء الله تعجبك وتنور رضاكي. تابعي معايا الفيديو عشان تشوفي المقادير وتشوفي عملنا رموش الست القمر دي ازاي. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الحي القيوم. اول حاجة انا هنا معايا كوباية الا ربع زبدة او سمنة، حسب المتوفر عندك، زبدة او سمنة بدرجة حرارة الغرفة. كوباية الا ربع وعليها معلقة كبيرة، كوباية الا ربع ومعلقة كبيرة. تمام، دي هنا كوباية كاملة فانا شلت منها الربع كوباية بس، يبقى كده كوباية الا ربع ومعلقة كبيرة. معايا كمان نص كوباية سكر بودرة، معايا نص كوباية سكر بودرة بما يعادل 100 جرام، بما يعادل 100 جرام. الزبدة يا جماعة 200 جرام. تمام، يبقى انا حطيت هنا السكر على الزبدة وقلبتهم كويس قوي. انا عملت هنا الوصفة بايديا علشان تبقى سهلة عليكي لو انتي ما عندكيش عجان او ما عندكيش مضرب كهرباء. حتى مضرب السلك ما رضيتش استعمله واستعملت ايديا عادي جدا، عشان تعرفي ان هي وصفة سهلة جدا جدا جدا، وهتعمليها وهتنجح معاكي ان شاء الله من اول مرة، وهتطلع زي محلات الحلواني بالظبط واحلى كمان. هنا انا حطيت بيضايه، يعني حطيت بيضه ومعاها بياض بيض، بيضه ومعاها بياض بيض. صفار البيض انا شلته على جنب، وبعد كده هقولك هنعمل بيه ايه، ده عشان هندهن بيه الوش. تمام، وهضرب برضو كده شويه بايديا بعد ما حطيت البيض. يبقى انا حطيت الاول الزبده وبعدين السكر وبعدين البيضه وبياض البيض، وبعد كده هحط الخل وهحط الفانيليا. هنحط كيس فانيليا او هنحط فانيليا باودر، يعني لو عندك هتحطي كده ربع معلقه او كيس فانيليا. وهنحط كمان معلقتين كبار جوز الهند مبشوره ناعم، يعني ناعمه. وهحط كمان نص كوبايه دقيق سميد، نص كوبايه دقيق سميد. يبقى انا يا جماعه حطيت الفانيليا وانا بكلمكم الفانيليا والبتاع ده والخل. انا حطيت نص كوبايه دقيق سميد، وحطيت كمان نص معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام، نص كوبايه دقيق سميد. تمام، ومعلقه صغيره، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. هنا حطيت معلقه الخل اهو، معلقه خل وكيس فانيليا، معلقه خل صغيره وكيس فانيليا. تمام تمام، يبقى احنا كده حطينا كل حاجه، يعني حطينا البيض والسكر والزبده والفانيليا وكل حاجه. ناقص كوبايتين الدقيق، معانا كوبايتين دقيق بما يعادل 300 جرام. تمام، كوبايتين دقيق بما يعادل 300 جرام دقيق. حطينا الدقيق، هنحط الدقيق على مرحلتين شويه شويه، يعني مش هنحطهم كلهم مرحله واحده، لان ممكن الدقيق اللي عندك يكون بيشرب سوائل كتير او مواد دهنيه كتير، غير يعني مثلا غير الدقيق اللي عندي. فطبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، فانت هتحطي الدقيق شويه شويه لحد ما تلاقي العجينه معاكي زي ما انا هوريلك. انا هنا خانه الدقيق بتاعي الوصفه خدت مني 300 جرام دقيق بالظبط، يعني كوبايتين دقيق، اللي هو الكوبايه زي ما احنا اتفقنا قبل كده، الكوبايه المعياريه او الكوبايه اللي هي كوبايه الميه العاديه. تمام تمام، كله بقى هتعملي المقادير كلها بكوبايه واحده، يعني شوفي الكوبايه اللي هتتعاملي بيها هي دي الكوبايه اللي انت هتتعاملي بيها بكل المقادير. بس احنا كده بقى هنا بنلم العجينه، مش هنعجن بقى تاني خلاص، احنا بس بنلم العجينه علشان بس ايه، رموش الست ما تنشفش منك.
يعني دي اهم حاجة في الوصفة، انك انت تلمي العجينة بس ما تعجنيش بس. خلاص انا كده هنا لميت العجينة، اوريكي بقى دلوقتي العجينة تبقى عاملة ازاي معاكي. تمام. احنا كده هنكورها، ولو لقيناها مش بتتشقق يبقى هي العجينة كده معايا ناجحة 1000000%. اهو ما بتتشققش. طيب لو انا عملت العجينة بقى ولقيت الدقيق بتاعي كتير واتشققت مني، اعمل ايه؟ احط معلقة لبن واقلب واشوف هتظبط معاكي باذن الله. تمام. تمام. انا بقى هنا هوريكي التشكيل بتاعها هيبقى ازاي. احنا هنا هنعملها كورة، وبعد كده هنعملها زي صباع الكفتة كده، وبعدين ناخد لها نسحبها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، نديها شكل بيضاوي شويه وبس، ونضغط عليها من النص. ليه بنضغط عليها من النص؟ علشان لما تخش الفرن هي هتعلى تاني من البيكنج باودر والبيض والحاجه اللي فيها، فعشان ما تشققش معانا، فاحنا بندوس عليها من النص كده، فهي هتعلى تاني. تمام. لكن لو سبتيها زي ما هي هتعلى وتنفخ، وممكن تشق منك من النص. طبعا ايه، انا وريتكم مره واحده تانية بنفس الشكل كده، وهوريكم شكل تاني. انا هعمل شكلين، وهما الشكلين دول اللي بتتباع بيهم ايه، رموش الست عند محلات الحلواني بنفس الشكل كده، يا اما الشكل البيضاوي ده يا اما الشكل المدور. وانا هوريكم الاتنين ان شاء الله، واللي يعجبك منه اعمليه. تمام. اهو ده الشكل البيضاوي. هقولك كمان على طريقة التسوية الصحيحة ان شاء الله في قلب الفيديو برضو. دي بقى المدورة، هتحط لها بقى ايه، واحدة بندق، واحدة كريز، اللي انت عايزاه، او ممكن تخليها فاضية خالص وتعلميها بالشوكة زي ما هوريكي برضو دلوقتي ازاي هنعلمها بالشوكة. تمام. اهي انا هنا حطيت لها بندق، انت حطي الحاجة اللي تعجبك، كنت تحطي سوداني، ممكن تسيبيها فاضية، وهوريكي ازاي نشكلها بالشوكة. بس كده انا هعمل بقى كل الكمية دي، هي الكمية كلها خدت معايا صينية كبيرة وصينية صغيرة. اخلص كل الكمية وبعد كده اوريها لكم وهي ادخلها الفرن، اوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. بس كده انا هنا خلصت خلاص كل الكمية. تمام. بصوا ان هناك دي اللي هي الفاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص. هوريكي بقى ازاي هنشكلها. انا عندي بقى هنا صفار البيضه، حطيت عليها معلقه ميه وحطيت كيس فانيليا، وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعدين نبدا ندهن رموش الست من فوق. ليه بقى بصفار البيض؟ ما ينفعش ندهنها باي حاجه تانية، علشان صفار البيض بيديها لمعه حلوه قوي كده، وتبقى زي اللي انت بتجيبيها من بره بالظبط، تبقى زي الجاهزه بالظبط. تمام. تمام. انا بقى هحط كده على كل رموش الست كده. تمام. تمام. دلوقتي بقى احنا هنسويها على ايه؟ هنسويها على درجة حرارة 180. تمام. انا هسويها في فرن كهرباء فوق وتحت، هشغل فوق وتحت الاتنين مع بعض، وهسويها على درجة حرارة 180. طبعا انت اضرب الفرن بتاعك، لو الفرن بتاعك حامي هتبقى اقل من 180، لو الفرن بتاعك هادي، انا الفرن بتاعي هادي، فانا هسويها على 180، يعني زي ايه ما بنسوي البيتي فور او البسكوت. طب انت هتسويها على فرن البوتاجاز، يبقى على فرن البوتاجاز هتسويها زي ما بتسوي الكيك برضو على درجة حرارة 180، ولكن هتسوي تحت بس، هتشغلي تحت بس على الرف الاوسط، هتحطيها في الرف الوسطاني. بتاخد يا جماعة هي ربع ساعة بس في الفرن، انت بتشوفيها بس كده هي خدت لون من تحت، بتحطيها تحت الشواية دقيقتين بس، بتاخد لون على طول، فتبقي واقفة جنبيها وانت بتديها اللون. لو فرن الكهرباء هي هتاخد اللون فوق وتحت الاتنين مع بعض، وممكن كمان تحطيها في الرف اللي فوق لو لقيتيها ان هي اخدت لون من تحت وعايزه بس لون من فوق. وبالراحه خالص وانتي بتشيليها من الصاج عشان تشوفي لونها، علشان هي مش بتستحمل، لانها هي ناعمه جدا. تمام. انا هنا بعد ما اديت لها بقى البيض على الوش، بجيب شوكه وبتعملي اشكال بالشوكه، بس من غير ما تغرزي الشوكه قوي، يعني من على الوش كده بالراحه خالص، على اللي هي مش عليها بندق. يعني انا حطيت على المدوره الساده وعلى اللي هي البيضاوي دي بس كده بالشوكه، عشان تدي شكل. هتشوفوا الشكل بعد ما تطلع من الفرن شكله عامل ازاي، بتبقى زي الجاهزه بالظبط. الشربات بتاعها هيكون كوبايتين سكر على كوبايتين ميه،
ونحطهم على النار ومعاهم عصرة ليمونة، معلقة عسل كلوكوز. ما عندكيش عسل كلوكوز ممكن تستغني عنه وتحطي عصرة الليمونة بس. تمام. تمام. هتسيبيهم بس كده حوالي 5 دقايق بعد الغليان او 7 دقايق. العسل بتاع الرموش يا جماعة بيبقى خفيف زي عسل البسبوسة، وهي الرموش سخنة، وعسل دافي بس العسل دافي والبسبوسة سخنة. تمام. انا هنا حطيت العسل، وبعد كده هتسيبي العسل 10 دقايق في الناحية دي، و10 دقايق هتقلبي الناحية التانية الرموش في نفس برضك زي ما هي في الصاج. انا هنا مش عارفة اقلبها علشان هي سخنة قوي والعسل سخن، يعني العسل سخن لما اتحط عليها، فانا مش عارفة اقلبها. فانا هقلبها على الناحيه التانية، يبقى هنا 10 دقايق وهنا 10 دقايق، وبعد كده تشيليها من العسل وبتحطيها في طبق ايه للتقديم، وبالهنا والشفا مقدما. ان شاء الله الوصفه تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا كده بصوا انا قلبتها اهو، فاحنا بنسيبها هنا 10 دقايق وهنا 10 دقايق. تمام. بس كده شايفين بقى شكلها تحفه يا بنات، حلوة قوي 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 قوي، تحفة بجد. عايز يعني جربوها على ضمانتي، هتعجبكم جدا جدا جدا. شايفين شكلها عامل ازاي، طرية ازاي، مرملة، طعمها تحفة زي الجاهزة بالظبط، ما تفرقهاش عن الجاهزة. تمام. لو انت بقى لسه ما اشتركتيش عندي، اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. الفتره الجايه هيبقى فيه وصفات كتير حلوه قوي 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 قوي، هتعجبكم باذن الله وهتنال رضاكم. وهعمل لكم كل الوصفات زي ما انتم عايزين، بالكوبايه وبالجرام. بس انتوا اكتبوا لي في الكومنتات، واكتبوا لي كومنتات حلوه كده زيكم، واعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. تمام. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.